السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب تانية ثانوي. النهاردة حصة العلمي، أول حصة النهاردة في الديناميكا. وقبل ما نبدأ لازم تعرف يعني إيه ديناميكا. بس أظن أنت قبل ما تعرف يعني إيه ديناميكا لازم تنزل تحت تقول لي أنت بتتفرج على الفيديو ده من أنهي محافظة بالظبط، عشان نعرف أكتر عدد بيتابعنا منين في مصر. وكمان تدخل الشانل الواتساب عشان تعرف مواعيد الحصص أول بأول، وكمان تدخل كوميونتي الواتساب عشان لو عندك أي سؤال في المادة نجاوبك عليه. أما بقى بالنسبة للديناميكا فأنت خدت الترم اللي فات حاجة اسمها الاستاتيكا. كانت الاستاتيكا دي بتتكلم عن كل شيء ثابت. استاتيك اصلا معناها ثبات، فكنت بتدرس الجسم وهو ثابت على مستوى افق خشن او املس، او حتى مائل خشن او املس، او متثبت بخيط من ناحيه او من ناحيتين. كل الحاجات دي كان الجسم فيها ساكن. امال احنا بناخد الترم ده ايه؟ بناخد ديناميكا. يعني ايه ديناميكا دي؟ علم الديناميك هو علم الحركة. انتهينا خلاص من الثبوت وهنبدأ ناخد الأجسام وهي بتتحرك وهي بتقطع مسافات معينة في أزمنة معينة، كمية حركتها والطاقة والشغل بقى وقوانين نيوتن. وحرفيا الديناميكا دي متعة ما بعدها متعة. وإن كنت استمتعت في الاستاتيكا قراط فأنت هتستمتع في الديناميكا 24 قراط. ويلا بينا يا باشا ايه ندخل في درس النهاردة. وأول حاجة عندك هي المسافة والازاحه والفرق ما بينهم. قبل ما نبدا على السبوره تعالى كده معايا افهمك الموضوع. انت مثلا لو رايح رحله مع المدرسه بتاعتك لحد الاهرامات، وليكن انت من محافظه زي حالاتي من محافظه كفر الشيخ، عشان تروح الاهرامات دي بتركب عربيه توديك القاهره، ومن القاهره تنزل تركب عربيه تانية توديك الجيزه، ومن الجيزه تاخد تاكس تروح الاهرامات. دلوقتي انت عملت ايه؟ انت مشيت في 3 اتجاهات مش في خط مستقيم. اسمك قطعت مسافه اللي هي تقريبا 450 كيلومتر من كفر الشيخ والقاهره. المسافه دي انت بتبقى ماشي في الطريق عامل كده وكده 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 وكده. الطريق عمره ما ماشي في خط مستقيم. اذا انا هنا اقول مسافه. طب لو انا عايز احسب من كفر الشيخ اللي هي هنا لحد الاهرامات اللي هي هنا، اعمل ايه؟ اقصر مسافه مستقيمه، اقصر خط مستقيم، ده بنسميه ازاحه. يعني الازاحه هي ايه؟ هي المسافه المقطوعه في خط مستقيم، وهي اقصر مسافه ما بين نقطتين. امال المسافه دي اسمها ايه؟ المسافه دي هي طول المسار الفعلي اللي مشاه الجسم. تعال نطبق هنا على المساله اللي زي دي. هنا الجسم طلع من الف وصل عند ب، بيقول لي احسب مسافته. بسيطه، هو طلع من هنا راح في الاتجاه ده، ثم ده، ثم ده، ثم ده، ثم ده. هحسب له المسافة. يبقى هحسب كل ده مشي 3 متر، و4 ادي كده 7، و3 ادي كده 10، و3 13، و5 18، و3 21. يبقى المسافة هتساوي 21 متر. طب يحسب لي الإزاحة كده. قال لك يا باشا ده طول أ ب 12 متر، يبقى الإزاحة هتساوي، الازاحه بتساوي ايه؟ بتساوي المسافه اقصر خط مستقيم ما بين ا وب اللي هو ا ب اللي هو ب 12 متر. فهمنا الفرق ما بين الازاحه والمسافه. انا شايف ان الموضوع بسيط وهيبقى ابسط مع الوقت، لان احنا كده بنسمي وتاتا تاتا نخش في الديناميكا. كنا بنيجي في المتجهات واحنا في اولى ثانوي نقول الجسم اللي عند ا لما يتحرك لب كنا بنرسم حاجه اسمها متجه موضع. ايه متجه موضع ده؟ متجه الموضع يا سيدي قال لك بيطلع من واو اللي هي نقطة الأصل لحد النقطة. إذا ده متجه موضع اسمه واو ألف. طب وب برضه لها متجه موضع اسمه واو ب. إذا واو ألف متجه، علامة المتجه متجه موضع. طب وواو ب برضه متجه موضع. طب ما ايه الفرق يا هندسه؟ واو الف ده متجه موضع ابتدائي، وواو ب متجه موضع نهائي. انا الحركه بتاعتي هتبتدي من الف لب، ودي بنسميها ف اللي هي ايه؟ اللي هي الازاحه. طب لو انا عايز اجيب متجه الازاحه ده هقول ايه؟ هقول متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي، يعني واو ب ناقص واو ألف. كنا بنيجي نقول على متجه الموضع الابتدائي ده ر دوت، ومتجه الموضع النهائي ر بس. إذا متجه الإزاحة هيساوي ر ناقص ر دوت. هو ده يا باشا القانون بتاعك اللي هتشتغل عليه عشان تجيب أي إزاحة عندك. مديني مسألة وبيقول لي يتحرك جسم بحيث كان متجه موضوعه ر يعطى بالعلاقة، ومديني العلاقة بتاعت ر في نون. نون ده مين يا صاحبي؟
نون ده الزمن. ماشي يا باشا. اوجد معيار متجه الازاحة عند نون بيساوي 2. كلام بسيط. انا ايه المطلوب مني عشان اجيب الازاحة؟ مطلوب مني ر دوت وره. تعال نجيب له ره دوت. ره دوت دي يعني ايه؟ عند الزمن بصفر، ده ابتدائي. عوض عن كل نون بصفر، يبقى 3 في صفر زائد 2 ده في اتجاه السين، زائد 4 في صفر ناقص 1 ده في اتجاه الصاد. تعالى صفي لي كده دي وهات لي الره دوت. 3 في صفر بصفر و2 يعني ده 2 س، والصاد الأربعة برضو الصفر طيحها، بس ده -1 تبقى سالب صاد. ده متجه موضع ابتدائي. هات له المتجه الموضع النهائي اللي هو عند 2. يبقى هنا 3 في 2 زائد 2 س زائد 4 في 2 ناقص 1 صاد. هاتهم لي كده يا باشا وصفصفهم. 2 في 3 ب6 و2 8 و2 في 4 ب8 ناقص 1 7. عايزين احنا هنا ايه؟ عايزين نجيب متجه الازاحة. متجه الازاحة كان بيقول متجه الموضع النهائي اللي هو عندنا 2 ناقص متجه الموضع الابتدائي اللي هو 0. بمنتهى البساطة عوض 8 س زائد 7 صاد ناقص 2 س ناقص مع السالب دي تطلع موجب صاد. 8 ناقص 2 يبقى 6 س. 7 زائد 1 8 صاد. ده بالنسبة له متجه الإزاحة، بس هو ما كانش طالب متجه الإزاحة، ده هو كان طالب معيار متجه الإزاحة. هقول له المعيار. خدت انت الكلام ده في أولى ثانوي، جذر التربيعي س تربيع زائد ص تربيع. س تربيع ب6 وص تربيع ب8 اللي هو بيطلع في الآخر 10 وحدة طول. ما تنساش لان احنا هنا بنتكلم على مسافات. مكملين برضو مسائل على موضوع الازاحه، وبيقول اذا كان ر متجه موضع جسم يتحرك في خط مستقيم ويتحدد بالعلاقه ر بيساوي 3 ن تربيع ناقص 3 في اتجاه اليه. ده متجه الوحده اللي خدناه في اولى ثانوي في المتجهات. بيقول لي اوجد متجه الازاحه بعد 4 ثواني. نفس اللي عملناه هنا كان هنعمله هنا. صفر هيساوي، عوض على طول بصفر دي كلها هتروح، يبقى -3 ي بعد 4 ثواني ر 4 هيساوي 3 في 4 تربيع اللي هي ب16 ناقص 3 في اتجاه اليه. 3 في 16 ب48 ناقص 3 يطلع مننا 45 ي. الف هتساوي ر 4 ناقص ر دوت. ر 4 ب45 في اتجاه اليه ناقص الر دوت ب3 تبقى موجب 3، يعني ده كله يطلع 48 في اتجاه اليه. زي ما انت شايف مسائل الازاحه بسيطه وتقريبا بتتحل في 3 4 خطوات. نخش على طول في اللي بعدها ونسخن ونشوف حاجه جديده اسمها السرعه. كان عندنا مسافه دخلنا في السرعه. قال لك يا سيدي متجه السرعه ده هو متجه معياره يساوي قيمه السرعه، وايه كمان؟ واتجاهه ينطبق على اتجاه الحركة. يعني ايه الكلام ده يا هندسة؟ بمنتهى البساطة متجه السرعة معياره هو السرعة، وفي نفس الوقت ليه اتجاهه ده ماشي مع اتجاه حركة الجسم. طب والسرعة؟ قال لك دي هي كمية قياسية تعبر عن معيار متجه السرعة. انت كده كده ما اظنش انه هيجي يسألك في تعريفات، ولكن برضه تبقى عارفها من باب الاحتياط. طب يا هندسة برضه انا مش قادر افرق ايه الفرق ما بين متجه السرعة والسرعة. ممكن يا سيدي يجي يقول لك ان العربية دي ماشية بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، هنا اقول عليها ايه؟ اقول عليها سرعة بس. طب لو قال لي 100 كيلومتر في الساعة
شرقا. ده عرفها لي باتجاه، اذا دي اقول متجه السرعة. اظن انت فهمت الفرق ما بين السرعة ومتجه السرعة. طب ايه بقى حتة الحركة المنتظمة دي؟ قال لك يا باشا الحركة المنتظمة دي لما يبقى الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة وفي اتجاه واحد. يعني هي الحركة التي يكون فيها اتجاه ومعيار. خلاص عرفنا دي. امسح بقى يا باشا وفضي مساحة. السرعة ثابت، اتجاه واحد ومعيار واحد. طب ايه هو برضو معيار الازاحة؟ بمنتهى البساطة معيار الازاحة هو المسافة المقطوعة. ونيجي نبص هنا نلاقي كام ملحوظة مهمة كده عشان لما يجيب لي مسألة ويجي يلعب بالألفاظ. لو جه قال لي السرعة ثابتة أو السرعة منتظمة أو أقصى سرعة أو الجسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، ده كله معناه إيه؟ معناه إن أنا بتحرك بحركة منتظمة. لو جه قال لي أي لفظ من دول هعرف إن أنا بتحرك حركة منتظمة وهستخدم قوانين الحركة المنتظمة. سرعة ثابتة، سرعة منتظمة، أقصى سرعة، مسافات متساوية في أزمنة متساوية. تعال ناخد كام مثال كده إيه نقزقز بيهم. بيقول لي إذا تحرك جسم فإن مقدار إزاحته نقط المسافة المقطوعة. تعال هنا كده إيه أفهمك الموضوع. إحنا قلنا إيه؟ الجسم مشي من هنا لهنا لهنا في هنا مش عارف إيه ووصل في الآخر هنا. دي المسافة. طب والإزاحة؟ الإزاحة أهي. إيه الأكبر؟ المسافة ولا الإزاحة؟ يا عم ده المسافة، ده احنا رحنا شرق وغرب ورحنا القاهرة وطنطا والجيزة ورحنا حديقة الحيوان وفي الآخر مش عارف إيه. إنما الإزاحة هوب تريك. إذا يا هندسة المسافة أكبر من الإزاحة وراح أختار أكبر مني في الاختيارات وأجي أبص ألاقي نفسي حل الغلط. إزاي حل الغلط؟ تعالى أفهمك. مش كل الأوقات المسافة أكبر من الإزاحة. يعني إيه يا هندسة؟ أنت هتكفر بالعلم ولا إيه؟ لا مش هكفر بالعلم. في أوقات المسافة بتكون قد الإزاحة. إمتى يا هندسة؟ إذا تحرك الجسم في خط مستقيم. آدي نقطة ألف وآدي نقطة ب. المسافة إيه؟ أهي. والإزاحة إيه؟ برضه أهي. إذا هنا المسافة اتساوت مع الإزاحة. يبقى متى تتساوى المسافة مع الإزاحة؟ عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم. يبقى أنا عندي في السؤال اللي كان هنا هختار إيه؟ الإزاحة أصغر من أو تساوي المسافة. كده كده الإزاحة في الطبيعة أصغر من المسافة، بس في حالة واحدة المسافة بتساوي الإزاحة لو الجسم بيتحرك في خط مستقيم. اللي بعدها بيقول لي 20 متر كل ثانية بيساوي كام كيلومتر كل ساعة. تعالى ناخد حتة إيه؟ التحويلات دي كده عشان نرتاح منها خالص. المتر عشان أحوله لسنتيمتر بعمل إيه؟ بضرب في 10 أس 2. طب والمتر عشان أحوله لكيلومتر بضرب في 10 أس سالب 3. ما هو المتر في 100 سنتي والكيلومتر في 1000 متر. طب هندسة لو أنا عايز أحول من سنتي لمتر اضرب في 10 أس سالب 2. طب أنا عايز أحول من كيلومتر لمتر اضرب في 10 أس 3. طب دي بالنسبة للأطوال. حوار الدقايق والساعات بقى. الساعة بتساوي 60 دقيقة والدقيقة بتساوي 60 ثانية. المفروض انت عارف الكلام ده، انت مش في ابتدائي، المفروض خدت الحاجات دي في الفيزياء وعدت عليك التحويلات. طب لما يجي يقول لي بيتحرك بمتر لكل ثانية وانا عايز اجيب ما يكافئها الكيلومتر لكل ساعة. كلام بسيط. المتر ده عشان احوله لكيلومتر بعمل في ايه؟ بضرب في 10 أس سالب 3. يعني من الاخر بقسم على 1000. يعني المتر بيساوي 1 على 1000 كيلومتر. طب والثانية عشان احولها لساعة، عشان احول الساعة لدقايق بضرب الواحد ده في 60. طب والدقايق عشان احولها لثواني بضربها في 60 هي كمان تطلع 3600 على 1000. طير صفرين مع صفرين تطلع 36 على 10 على 2
تطلع ب 18/5. هي دي النسبة اللي عشان تحول من متر كل ثانية لكيلومتر كل ساعة بتضرب فيها. طب لو أنا عندي كيلومتر لكل ساعة يساوي كام متر لكل ثانية؟ اقلب يا باشا، اضرب في 5/18. طب لو كان قال لي الساعة دي جابها لي دقيقة، هعمل ايه؟ مش احنا هنا حولنا الساعة لدقايق ثم لثواني؟ هنا انا مش عايز ثواني، انا عايز دقايق بس، تبقى 60 بس. فهمت الموضوع؟ موضوع التحويلات مش شرط تحفظ، ولكن هم نسبتين اللي هتحفظهم، وما اظنش ان هيجي لك غيرهم. من كيلو متر كل ساعة لمتر كل ثانية 5/18، ومن متر كل ثانية كيلومتر لكل ساعة 18/5، وخلاص على كده. يبقى انا هنا مديني 20 متر لكل ثانية وعايز يحولها لكيلومتر كل ساعة. هعمل ايه؟ اضرب في 18/5 بالآلة الحاسبة. 20 في 18/5 هتطلع 72. خش في المسألة اللي بعدها، بيقول لي إذا تحركت سيارة بسرعة منتظمة. قال لي سرعة منتظمة، خلاص كده أنا فهمت إيه الحدوتة فيها إيه. مقدارها 75 كيلومتر كل ساعة لمدة 20 دقيقة، فما المسافة المقطوعة؟ هو عايز مين؟ عايز المسافة. مش احنا قايلين إن السرعة بتساوي مسافة على زمن اللي هو بالثواني نون أو زين أو أيا كان اللي أنت عايز تكتبه اكتبه. إذا المسافة بتساوي إيه؟ عين في نون. العين اللي هي السرعة بكام؟ ب 75 كيلومتر كل ساعة. لو رحت ضربت الزمن في 20 دقيقة، روح حول دلوقتي أي حاجة تانية غير الثانوي العلمي، واوعى تفكر أبدا في علم الرياضة. ليه؟ لأن أنا عندي هنا كيلومتر كل ساعة، لازم عشان أضرب أحول دي لساعة أو أحول دي لدقايق. إيه الأسهل؟ أحول دي لساعات. التلت، ال20 دقيقة دي إيه؟ تلت ساعة. يبقى هضرب هنا في تلت، 75 في تلت ب 25 كيلومتر لكل ساعة، اللي هي فين؟ اللي هي اهي. السؤال اللي بعده، 45 كيلومتر لكل دقيقة بيساوي كام متر لكل ثانية؟ أنا عندي أدي 45، عايزين نحولها. الكيلومتر عشان أحوله لمتر بعمل في إيه؟ بضرب في 1000. والدقيقة عشان أحولها لثانية بعمل في إيه؟ بضربها في 60. واوعى تحطها لي في البسط يالا، ده هي الدقيقة في المقام يالا، هي كيلومتر على الدقيقة، متر على الثانية، يبقى هتضرب تحت في 60. 45 في 1000 على 60 بالآلة الحاسبة تطلع معاك ب 750 متر لكل ثانية. أظن حتة التحويلات احنا فرمناها، حتة الإزاحات احنا فرمناها، خدنا كل التعريفات اللي عندنا. نخش بقى على المسائل اللي فيها طحن. قبل ما ندخل في موضوع المسائل، تعال ناخد كام تعريف بساط، وناخد أهم حاجة في المسائل اللي هي السرعة المتوسطة ومتجه سرعة متوسطة، ونفهم الكلام ده بيقول إيه. بيقول لي الأول لازم تعرف حاجة اسمها الحركة المتغيرة. إيه الحركة المتغيرة دي؟ انا عندي الجسم بيمشي بمقدار واتجاه، لو اتغير المقدار او اتغير الاتجاه او اتغيروا الاتنين سوا بقت حركة متغيرة. اذا انت عارفها، هي حركة يتغير فيها اتجاه او سرعة، خلينا نقول بقى مقدار سرعة لان احنا بنتكلم في متجهات دلوقتي، الجسم أو كلاهما معا. يعني يا إما يتغير مقدار يا إما يتغير اتجاه يا إما الاتنين سوا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ماشي في الاتجاه ده 20 متر لكل ثانية، غيرت هنا وبقيت 20 متر برضه لكل ثانية، وبعدين غيرت هنا وبقيت 10 متر لكل ثانية. هنا سرعة واتجاه رايحين كده، هنا انا غيرت الاتجاه بس السرعة ثابتة، هنا انا غيرت الاتجاه والسرعة. اذا دي تعريف الحركة المتغيرة. امال ايه بقى السرعة المتوسطة دي؟ قال لك السرعة المتوسطة دي هي النسبة بين المسافة الكلية والزمن الكلي، اللي هو القانون بتاعها المسافة الكلية على الزمن الكلي. طب لو جه قال لي متجه السرعة المتوسطة، اقول له ايه؟ هقول له الازاحة الكلية اللي احنا عارفينها على الزمن
الكلي. اذا انا عرفت القوانين بتاعتي اللي احنا هناخدها في اول حصه كلها النهارده. يلا بينا يا باشا ندخل على المسائل. المساله الاولى، وتعلم مني ازاي تقرا المسائل. زي ما قلنا هتقراها مره من غير ما تحط تفاصيل على اي حاجه، ثم تقراها مره وتفصصها. بيقول لي قطع راكب دراجه مسافه 50 متر على طريق مستقيم في زمن قدره 30 ثانيه، ثم قطع مسافه 35 متر في الاتجاه المعاكس في زمن قدره 10 ثواني. اوجد في نهايه الرحله الازاحه الكليه والمسافه الكليه والسرعه المتوسطه ومتجه السرعه المتوسطه. تعال نفصص بقى المساله. قطع راكب دراجه مسافه 50 متر، مسافه الاولانيه، على طريق مستقيم ما غيرش اتجاهه في زمن قدره 30 ثانيه، الزمن الاولاني. ثم قطع مسافه 35 متر في الاتجاه المعاكس، يعني غير اتجاهه بقى في العكس، في زمن قدره 10 ثواني. تعال نرسمها عشان نرتاح. واحد راكب عجلة مشي في الاتجاه ده، مسافة قد ايه؟ 50 متر في زمن قد ايه؟ 30 ثانية. وبعدين رجع تاني في الاتجاه المضاد، مشى مسافة 35 متر في زمن قد ايه؟ 10 ثواني. قبل اي حاجة لازم تفرض اتجاه الحركة بتاعك. عايز تفرضه كده تفرضه كده، انت حر. انا هفرض ان اتجاه الحركة بتاعي في الاتجاه ده. وبعد ما فرضت اتجاه الحركه اعمل ايه؟ هروح اجيب اول مطلوب. عايز ايه؟ الازاحه الكليه. الازاحه الكليه بتساوي ايه؟ انا رحت 50 متر وبعد كده رجعت 35 متر، اذا هي دي الازاحه الكليه. بس الحبه دول، ما هو انا بدات هنا ونهيت هنا، اقرب خط مستقيم ما بينهم وبين بعض هو المسافه دي اللي هي ايه؟ ال50 كلهم اللي انا رحتهم في الاول ناقص الحبه اللي انا رجعتهم، يعني 50 ناقص 35 تطلع 15. اسيبها عريانه كده طالما متجهات. حط لي الاتجاه، هقول له في اتجاه ليه؟ ما انا خلاص انا فرضت اتجاه الحركه فين؟ رايح كده، اذا كله كده. المطلوب الثاني المسافه الكليه. انا مشيت قد ايه عموما؟ اي اتجاهات مش فارقه الاتجاهات، دي كميه قياسيه. انا مشيت 50 وكمان 35، يبقى انا مشيت قد ايه؟ 50 زائد 35 يعني 85. ما اقولوش في اتجاه اللي هي اتجاه دي كميه قياسيه خلاص، متر. طب ايه تاني؟ رقم 3 عايز السرعه المتوسطه. السرعه المتوسطه المسافه الكليه اللي هي 85 على الزمن الكلي. الزمن الكلي قد ايه؟ انا عديت هنا 30 ثانيه ورجعت هنا 10 ثواني، يعني 40 ثانيه. 85 على 40 على الاله الحاسبه تطلع 2 125 من 100 متر لكل ثانيه. رقم 4 متجه السرعه المتوسطه. الازاحه الكليه انا لسه جايبها فوق ب 15 على الزمن الكلي، الزمن هو ما اتغيرش. 15 على 40 بالاله الحاسبه تطلع 375 من 1000. دي لازم تقول له في اتجاه اليه، لان ده متجه السرعه المتوسطه. مساله زي دي لو جات لك في امتحان شهر، هل دي مساله صعبه؟ مساله بسيطه خالص. لو جت لك يا سيدي في امتحان اخر سنه، مش هقول لك شهر، لو جت لك في امتحان اخر سنه، هل دي مساله انت تقف عندها اصلا اكتر من 3 دقائق؟ ما تستاهلش بصراحه. كمان مساله بيقول لي قطعت سياره 30 كيلو متر، خلاص يلا على طول. دي المسافه الاولانيه على طريق مستقيم بسرعه 18 كيلو متر في الساعه، دي السرعه بتاعتها. ثم عادت على نفس الطريق فقطعت 20 كيلو متر في الاتجاه المضاد وبسرعه 15، مسافتين وسرعتين. اوجد متجه سرعتها المتوسطه خلال الرحله. مشي يا باشا اهو في الاتجاه ده 30 كيلو متر بسرعة كام؟ 18 كيلو متر في الساعة. رجع قد ايه؟ 20 كيلو متر بسرعة قد ايه؟ 15 كيلو متر في الساعة. طالما انت بتجيب متجهات لازم تجيب له الازاحة الكلية اول حاجة. الازاحة الكلية رحت 30 ورجعت 20، يبقى دي الازاحة الكلية بس من هنا لحد هنا اللي هي كام؟ 10 كيلو متر. 30 ناقص 20. وقبل اي حاجه صحيح احنا ناسيين، افرض اتجاه الحركه يا ريس. قلنا ده اتجاه الحركه، يبقى 30 ناقص 20. ايه ال 20 المعوقه دي؟ 30 ناقص 20 10 في الاتجاه بتاع اليه. بعد ما جبنا الازاحه هقول له ن واحد هتساوي ف واحد على عين واحد. ف واحد بكام يا ابني؟ ب 30 كيلو. وعين واحد بكام يا ابني؟ ب 18. يعني كام يا ابني؟ 5 على 3. طب ونون 2
ف 2 على عين 2 اللي هي بكام؟ 20 كيلو، والسرعة 15 اللي هي يعني كام؟ 4 على 3. هات له يا باشا متجه السرعة المتوسطة. ف على ن، ف بكام؟ ب10، ونون 4 3 و5 على 3 اللي هي 9 على 3. 9 على 3 يعني 3 ساعات، ودي بالآلة الحاسبة 10 على 3 هتلاقي 3 وتلت اللي هي تلاتات كتير، و4. وما تنساش ان ده في اتجاه اليمين. صحصح معايا يا ريس، ولو فصلت قوم هات لك بق ميه ولا سندوتش ولا كوبايه شاي، ولا قوم اغسل وشك، ولا قوم اعمل اي حاجه. المنهج بيطير مننا يا ابني، ركز معانا. بيقول لي تواجد جسم عند لحظتين زمنيتين 3 و7 ثواني عند الموضعين، مدين الموضع أ والموضع ب على الترتيب. اوجد متجه السرعة المتوسطة للجسمين خلال هذه الفترة، ثم اوجد معيارها واتجاهها. ده الموضع الأولاني، وده الموضع الثاني. أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أجيب المساحة ما بينهم. مش ف كانت بتساوي ر ناقص ر دوت. هو ر بكام؟ مش 5 و2. 5 دي يعني 5 س، و2 دي يعني 2 ص، والب دي 9 س و10 ص. حط الب الأول. 9 س زائد 10 ص، نقص منهم يا باشا 5 س ناقص 2 ص، يطلع من هنا 9 ناقص 5 4 س، 10 ناقص 2 8 ص. يبقى انا اجيب متجه السرعة هيساوي 4 س زائد 8 ص اللي هي الازاحة الكلية على الزمن الكلي. الفرق ما بين الزمنين ن 2 ناقص ن 1. الزمنين ايه؟ 3 ثواني و7 ثواني. الفرق ما بينهم قد ايه؟ 4 ثواني. اقسم يا باشا على 4 س زائد 2 ص. هو عايز مني ايه؟ عايز متجه سرعة متوسطة، جبناه. ثم اوجد المعيار والاتجاه. المعيار ده كان بيساوي ايه؟ المعيار كان بيساوي الجذر التربيعي س تربيع زائد ص تربيع. س تربيع بواحد تربيع بواحد زائد 2 تربيع ب4، يعني دي جذر 5. امال ايه اتجاهها دي؟ فاكر في المتجهات بتاع اولى ثانوي لما كنت بجيب اتجاه اي حاجه كنت بعمل ايه؟ ظاهر. وظاهر دي كانت بتساوي ايه؟ ص على س. الصاد بكام؟ ب2 والسين ب1. شيفت كوزين تطلع اله بالآلة الحاسبة 63 درجة و26 دقيقة. وهي دي المسألة، وهو ده اللي كان مطلوب. وصدقني الديناميكا دي أمتع حاجة تاخدها في حياتك. في المسألة اللي قبل الأخيرة بيقول لي قطع راكب دراجة على طريق مستقيم مسافة 37.5 بسرعة 25، ثم 18 بسرعة 12 كيلومتر في الساعة. اوجد متجه السرعة المتوسطة إذا كان الإزاحتين في نفس الاتجاه والإزاحتين في اتجاه متضادين. يعني إيه الكلام ده؟ الواد ده أهو، واد أهو، واد العجلة بتاعته. اعتبر ده عجلة، هو قاعد على الكرسي شكلها فيسبع عموما. مشى قد إيه؟ 37.5 بسرعة 25. وبعدين مشي يا إما في نفس الاتجاه 18 كيلومتر بسرعة 12 كيلومتر في الساعة، يا إما في عكس الاتجاه 18 كيلومتر و12 كيلومتر في الساعة. دي سرعته. هو عايز إيه؟ ادرس يا باشا الحالتين، لو هو رايح في نفس الاتجاه ولو هو رايح في عكس الاتجاه. طب يا باشا إيه؟ امسح له السبورة دي كده عشان نشتغل على نظافة، واقسم السبورة نصين. هنا لو في نفس الاتجاه هيبقى مشي المسافة دي ثم المسافة دي ويه بتاعتنا في الاتجاه ده. هجيب في الإزاحة الكلية. الإزاحة الكلية هنا هتساوي إيه؟ هتساوي مجموع الإزاحتين. هو مشي هنا 37.5 كيلو ثم 18، يبقى 37.5 زائد 18 تطلع 55.5 في اتجاه الياه. بعد ما جبنا الإزاحة الكلية أنا ناقصني هنا إيه؟ ناقصني الزمن. أقول له ن 1 هيساوي ف 1 على عين 1. ف 1 ب37.5 وعين 1 ب25. من هنا يطلع ان ده 1.5 ثانية. طب ن 2 هقول له ف 2 على عين 2 هتساوي ف 2 بكام؟
18 وعين 2 ب12 تطلع برضه سبحان الله 1.5 ثانية. يبقى هنا متجه السرعة المتوسطة هيساوي ف على ن. ف بكام؟ ب55.5. ن 1.5 و1.5 تطلع 3. تطلع من هنا 18.5 في اتجاه اليه. تخش على رقم 2 بقى. لو هما الاتنين عكس بعض ايه الفرق ما بين دي ودي؟ هنا احنا جمعنا الازاحات، هنا هنطرح الازاحات. ما هو واحد رايح كده والتاني جاي كده. 37.5 ناقص 18 يطلع 19.5 في اتجاه اليه. واحد تاني بيروح يجيب لي الزمن ومش عارف ايه. حول يا ابني، حول من دلوقتي. ما هو نفس الزمن. هو المره دي خدهم الرحلتين ورا بعض، المره دي الرحله رايح ورحله جاي. هو نفس الزمن يا ابني، 1.5 و1.5. يبقى هجيب له متجه السرعه المتوسطه 19.5 على 3 اللي هو الزمن الكلي. تطلع دي 6.5 في اتجاه اليه. اخر مساله عندك وتحس انك رايح يمين وشمال وجاي ورايح وطالع ونازل والموضوع بسيط. 3-4 سطور. قطع قطار المسافه بين القاهره واسكندريه. قطر ماشي من القاهره لحد اسكندريه مسافر. قطع الرحله بتاعته دي على رحلتين. المرحله الاولى من القاهره لطنطا، والمرحله الثانيه من طنطا لاسكندريه. بتاعه القاهره لطنطا مسافتها 105 كيلو وسرعتها 105 كيلو برضه. طب المرحله الثانيه مسافتها 120 وسرعتها 90. اوجد متجه السرعه المتوسطه خلال الرحله الكليه باعتبار مديك شرطين. لو ما تحققوش الشرطين ما كنتش هتعرف تحل. القطار يتحرك في خط مستقيم. دي اول نقطه، يعني ازاحه. لو ما كانش بيتحرك في خط مستقيم ما عنديش ازاحه، ما اعرفش اجيب له متجه السرعه المتوسطه. وايه تاني؟ وباعتبار انه توقف في طنطا 10 دقايق. ده شرط مهم، لازم تبقى عارفه. لو ما جابهوليش ما كنتش هعمله في الحسبان، بس طالما جابه اعمل حسابه. تعالى نرسمها ونفهم كده. ادي القطر، مش هنقعد نرسم قطر بقى احنا كبير. رايح القاهره، هو واقف هنا في اسكندريه، بس في النص هيعدي على حته اسمها طنطا. فهنا مشي بسرعه وهنا بسرعه وريح في طنطا ياكل له سندوتش. هنا مشي 150 كيلو وبسرعه برضه 150 كيلو متر في الساعه. وهنا مشي 120 كيلو وبسرعه 90 كيلو متر في الساعه. ده اتجاهه. افرض اتجاه الحركه في هذا الاتجاه واجي اقول له في كلها بقى 105 متر زائد 120 متر يعني 225 متر في اتجاه اليه. جبنا له الفه. عايزين ايه تاني؟ عايزين الزمن، وهو مديله سرعه زي ما بنعمل دايما. نون واحد زي ما احنا قايلين مسافه على سرعه. المسافه ب 105 والسرعه 105 تطلع من دي 1 ساعه. طب ونون 2 برضه المسافه بس 2 على السرعه الثانيه. المسافه الثانيه كام؟ 120 والسرعه 90 تطلع 4 على 3 ساعة. 4 دي يعني ساعة وتلت من الآخر. يعني واحد حبيبنا فلحوس بقى يجي يقول لك يا باشا أنا إيه؟ رستقت أموري، جبت نون واحد ونون اتنين وف، أروح أجيب عين ف على نون وأعوض وأقفل المسألة وأطلع أروح وأنام والدنيا زي الفل. وتيجي تبص تلاقي نفسك ما خدتش درجة المسألة أصلا. أمال إيه الهندسة اللي ناقصني؟ أنا ناقصني حاجة مهمة قوي. قلت لك هو اصلا حاططها لسبب. قال لك ان القطر ريح خد سندوتش في طنطا 10 دقايق. اذا نون الكليه ما هيش 4 على 3 زائد 1. امال ايه؟ الواحد ده يعني ايه؟ 3 على 3 زائد 4 على 3 زائد ايه تاني؟ ال10 دقايق اللي ريحهم. ال10 دقايق دول انا عايز احولهم لساعه. اعمل ايه؟ اقسم على 60. 10 على 60 يعني 1 على 6. وتيجي تبص تلاقي دول كلهم في الاخر ايه؟ بساعتين ونص. اذا متجه السرعه المتوسطه هيساوي الازاحه الكليه اللي هي 225 على نون اللي هي بساعتين ونص. تطلع دي ب90 في اتجاه اليه. وخلصنا اول حصه في الديناميكا. هل بقى انت شايف ان الديناميكا دي صعبه؟ هل انت شايف ان الموضوع مستاهل كم الضجه اللي الناس بتتكلم عليه؟ منهجك سهل والديناميكا سهله، والديناميكا امتع ما يكون. عايزه انك تحل كتير وتشتغل بدماغك بورقه وقلم.
لحد هنا احنا خلصنا اول حصه، استنونا ان شاء الله الحصه الجايه. بس قبل ما تمشي انزل تحت، ادخل تشانل الواتساب وادخل كوميونتي الواتساب وسيب لي دعوه حلوه، ولو ما شاركتش الحصه شاركها لكل زمايلك، لان الدل على الخير كفاعله. اشوفكم الحصه الجايه.